السلام عليكم حبيباتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي الشخشوخة. شخشوخة السيارة، وهي معروفة بها ولاية ميلا. وبسم الله، نبدأ على بركة الله وعلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الأيام القادمة إن شاء الله نوريكم كيف تخدم شخشوخة السيارة بالتفصيل، اللي ما يعرفش يخدمها. نروح المقادير، وهي خضر متنوعة: جريوات، بطاطا، زرودية، وباذنجان، البصل والطماطم والهريسة والثوم وطماطم حب، والتوابل: كمون، فلفل عكري، فلفل أسود، وحمص طيبة، ودجاج مملح من قبل باش تدخلوا الملح يكون بنين. عندنا شخشخة السيار كما ترون. نجيبوا برمان نحطوا فيها البصلة المرحية، نزيدوا طماطم مسبرة، مغرف ونص، مغرف كبيرة، وعندنا نص مغرف كبيرة هريسة، وعندنا طماطم نرحيوها ونحطوها، طماطم الحب. نزيدوا التوابل: كمون، فلفل أسود، وفلفل عكري، وشوية كركم. وعندنا الخضر نحطوا الزرودية، جزر، ونحطوا حبة بطاطا، حبة صغيرة بطاطا، والجريوات وباذنجان نملحوهم ونخلوهم، نحطوهم بعد نملحوهم باش تلقى المرورية تاعهم، ومن بعد مع الاخر نحطوهم يطيبوا، هما يطيبوا بالخف. نزيدو 3 مغارف زيت ونحركو. نحطو الدجاج، الدجاج تاعي راهو مالح، على خاطر قلت لكم انا نملحو باش تدخلوا الملح يكون بنين. حطي الملح لكن كمية قليلة على خاطر راهو مالح. نحركو مليح، نحطوه على النار تتقلى، نقليوها مليح باش تكون بنينة. التقلية هي الاساس تاع البرمة كما تشوفوا. نحطوا الماء يغلي، مرقوها بالماء سخون. نجيبوا قصعة نحطوا فيها شخشوخة اليابسة، كل واحد يحط حسب افراد العائلة تاعو. نزيدو نحطوا لها 3 مغارف زيت، 3 مغارف كبار الزيت، باش ما يخليش الحبات الشخشوخة يتلاصقوا، باش تكون مريشة. نحركوها مليح باش يدخل فيها الزيت. نجيبو كسكاس نحطو فيها شخشوخة، نحطوها تفور، نمرقو على البرمة الماء سخون. راهي فات التفويرة الاولى، راني نفرغ فيها من الكسكاس كيما تشوفوا.
هاني نبرد فيها باش كنا نحط لها الماء ما تعجنش. من الاحسن انكم تزيدوا لها الماء وهي بارده. نزيدوا الماء بشويه، مجرد نصف كأس، نصف كأس ما كاملش. التفويره الاولى هذه. هاني نحط الماء ونحرك ونخليها تشيح. نزيدوا لها شويه زيت ونردوا نفوروها المره الثانيه. بعد ما تفور المره الثانيه زيدوا نحطوا لها الماء، لكن المره الثانيه حطوا لها شويه بزاف الماء، مش كأس ماء. نفوروها 3 خطرات. بعد ما طاب الدجاج نحيه نحمره في الزبده. الدجاج رانا نحينا الدجاج، درك نحطو باذنجان والجريوات كما تشوفوا. نزيدو نردوها المره الثانيه تتفور، نزيدو لها الماء. المره الثالثه نزيدو لها الزبده. راني حطيت لها قرن فلفل حار وحميصه طايبه، هاي كانت طايبه مجمده. نفوروها 3 خطرات شخشوخه. هاي بعد ما فارت تفويره الاخرى نحطوا لها مغرف كبيره زبده ونحركو حتى تذوب الزبده وتتدهن مليح. درك نجمروها بالمرقه باش تاخذ اللون الاحمر. بعد ما نجمروها كاين اللي يحب يردها تفور، كاين اللي ما يحبش يردها. ندخلوا فيها الزبده، هاني نحط لها في المرقه، نحط بشويه ونحرك. نحرك نزيد لها شويه مرقه. هاي راه اخذت اللون الاحمر وجات مريشه الله يبارك كما تشوفوا. بعد ما دهنتها بالزبده وجمرتها بالمرقه نسربيها في الصحونه.
هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ونتمنى تجربوها. نتلاقاو في فيديو جديد، ولا تنسوني بالاشتراك والاعجاب، ومع السلامة.